هتضحك هيترفع عليك قضيه، واديني قلت لك وماليش دعوه. الراجل ده رفع قواضي على الكوكب كله تقريبا. تعالى مع بعض نعرف حكايه جوناثان. جوناثان اتولد سنه 1976 في فيلادلفيا، وكان راجل محتال، انما ايه كده حاجه حلوه كده على الفرازه. جوناثان دخل السجن سنه 2003 بقضيه نصب الكتروني، اللي هو شغل الهاكر والنصب الاونلاين ده. طيب يا عم الحاج ادي الراجل اتحبس، القصه خلصت كده ولا ايه؟ اقول لك اتقل معايا واللي جاي احلى. هو بص، هو مش احلى، هو اعبط من العبط، وتعالى نشوف. جوناثان وهو في السجن رفع شويه قواضي كده حلوين، يعني حوالي 2600 قضيه. منهم قضيه على جورج بوش، وقضيه تانية على مارسا ستيوارت. طب خد اللي جاي دي، رفع قضيه على لعبه جي تي اي، قال ايه بتشجعوا على العنف. ورفع قضيه على موسوعه جينيس علشان نشروا معلومات عنه بدون اذنه. ربنا يسترها معايا عاد. ومش بس كده، في لقاء تلفزيوني الصحفي ضحك لما سأله سؤال، بتحصل عادي بس مع جوناثان ما ينفعش، انت بتضحك، طب خد تقاطع مع اخواتك تعالى. قواضي كتير تانية غير دول. طيب سيبك من القواضي اللي بتحصل دي كلها، وعايزين نعرف وجهة نظر الناس في جوناثان. بص يا صاحبي، في ناس بتقول عليه مجنون، وفي ناس بتقول عليه عبقري ساخر. يا جماعة مش يمكن هو بيحب اجواء المحاكم؟ ما تظلموش برضه. بس المهم في الموضوع كله ان جوناثان دخل موسوعة جينيس كأكتر شخص رفع قضايا في التاريخ. وبس كده، معلومة بسيطة تفرق كتير. لو استفدت ما تنساش لايك وشير، واستناني في اللي جاي.